دكتور الموت لكل حرب مجرم، والتاريخ مهما طال لازم يكشف عنه. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. قبل الحرب العالمية الأولى بشهر واحد يتولد ألبرت هايم في دولة النمسا، اللي بعد الحرب العالمية الأولى المنطقة اللي هو اتولد فيها اتقسمت، وعاش صراعات حرب زيه زي أي طفل وقتها أو أي مواطن عموما. كبر شوية ودخل كلية الطب في فيينا، وهنا كانت لعبة القدر. يقابل دكتور في الجامعة كان متأثر جدا بهتلر، وكمان مؤمن بأفكاره إن العالم لازم ينضف من بعض البشر، وخصوصا الجماعة إياهم لأنهم سبب فساد العالم. واتنقل الإيمان ده لألبرت اللي كان زيه زي أي شاب في جيله. كل خطابات هتلر بالنسبة له حاجة تانية خالص، ومن أقوى الخطابات تأثيرا، مع إن ألبرت جسمه كان ممكن يخليه يختار طريق غير اللي خلاه يستخبى 50 سنة. كان طول بعرض ولاعب هوكي جليد محترف، لدرجة انه في واحدة من السنين اتكتب عنه في الصحف النمساوية كلاعب هوكي ممتاز، لكنه حب يكون جزء من خطة هتلر لتطهير العالم من البشر اللي لازم ينتهوا. وبالفعل يسمح ليه القدر سنة 1938 لما ألمانيا دخلت النمسا، وهنا اتعملت قرارات استدعاء للرجالة علشان ينضموا للجيش الألماني في الحرب. وانضم ألبرت هايم بالمواصفات الجسمانية اللي حكيت لك عنها من شوية، ودخل قوات الSS. دي قوات خاصة مهمة جدا ودورها محدد جدا، بس مش زي ما كان هو متوقع، لأنه اتبعت على معتقل ماونت هاوزن كدكتور مش كعسكري. وهنا الحكاية ليها حكاية تانية خالص إخواني في الله. ألبرت اتكشف عنه ميول عنيفة صعبة جدا، فمثلا لو في معتقل اشتكى من أسنانه، دي بتكون آخر مرة يشتكي فيها من أسنانه حرفيا، مش أسنانه بس. الحقيقة هو مش هيشتكي من حاجة تانية عموما، لأن ألبرت بيخلص عليه وبياخد راس الضحية ويولع فيها لحد ما ياخد الجمجمة ويحتفظ بيها. ده غير انه كان بيعمل عليهم تجارب علمية من غير ما يرجع لأي مخلوق ومن غير أي تصريح. بيعمل بتر وتشريح لأشخاص أصحاء عاديين جدا، وكان عنده حقنة سرية جدا المكون الأساسي فيها هو البنزين اللي كان بيحقنه لقلب الضحية مباشرة، ويقعد يراقب ممكن يموت في خلال قد ايه. متخيل العبث؟ والغريب بقى انه كان بيعمل ده بدافع غريب جدا، وهو الملل ده خلى الفترة دي في المعتقل كان فيه من 100 ل 400 ألف سجين في ذمة الله، وكل ده تحت بند تطهير العالم من أي حد مريض، لأنه ما يستحقش يكون في الكون غير العرق الألماني اللي هو عرق قوي وما يعرفش المرض أبدا. ألبرت كان متأكد إنه أول ما الحرب دي هتخلص هيتعرض للمساءلة أو المحاكمة، لحد ما أخفى كل حاجة ممكن تدينه حرفيا. وبالفعل حصلت محاكمة لكل الأطباء اللي كانوا في المعسكر ده، وهو واحد من ضمنهم. إنما الأدلة عليه ما كانتش كفاية، فأخد براءة، فقرر يتجوز ويأسس أسرة وخلف كمان، وبعد عن أي حاجة في الطب ما عدا النساء والتوليد، وفتح عيادة خاصة بيه. لكن الجماعة إياهم كانوا بيدوروا عليه وعلى أي حد شارك في قتلهم. وطبعا دكتور طارق طارق مين؟ ألبرت هو طارق حسين فريد، اللي هرب وجه على مصر في حي العتبة، وكان ساكن في بانسيون أقل تكلفة ممكنة، وكان معروف ما بين سكان الحي ده باسم الخواجة، وكان محبوب جدا وسط الناس البسيطة، وبيعلم الأطفال الصغيرة، وكان معروف عنه إنه بشوش جدا، لأن ألبرت جه مصر وأسلم كمان، وفضل مستخبي في مصر 50 سنة بالتمام والكمال، وحرفيا العالم كله كان بيدور عليه، زيه زي غيره من الدكاترة اللي هربوا على دول بره، ومعظمها كانت دول أوروبية مش دول عربية. وبكده نجح ألبرت إنه يهرب 50 سنة لحد يوم وفاته اللي كشف عن هويته الحقيقية من خلال الجوابات اللي كانت موجودة جوه شنطته. وبكده عرف العالم مكان الراجل اللي دوخهم لسنين وسنين. قولي انت توقعت في يوم ان في حد ممكن يهرب كل السنين دي وبالذكاء ده في يوم؟ شاركني رأيك في الكومنتات لو كنت على الفيسبوك، وكمان ما تنساش تتأكد انك عامل لايك وشير. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.